في حلقة اليوم سنتعرف عن 5 أشياء مهمة حول لاعب عربي أبدع بشكل كبير في سماء البوندسليغا، وقد انتقل مؤخرا لأحد أكبر الفرق في أوروبا وألمانيا فريق بروسيا دورتموند. الحديث هنا عن رامي بنسبعيني. قبل أن ندخل في التفاصيل، المرجو أن تساعدني بالضغط على زر اللايك ليصل هذا المقطع لأكبر عدد ممكن من عشاق كرة القدم. ولد رامي في الجزائر، وتحديدا بمدينة قسنطينة شرق البلاد، لعائلة رياضية محضة. والده كان مدربا بالجزائر، وجده كان حارس مرمى، قبل أن يلتحق في سن مبكر بأكاديمية بارادو، الذي تعد منجما حقيقيا ومصدرا للمواهب لأوروبا. هذه الأكاديمية التي أنجبت يوسف عطال ومزياني وهشام بوداوي وغيرهم من اللاعبين الذين احترفوا بأوروبا، كانت سببا رئيسيا في تألق رامي بنسبعيني. في السنوات الأولى له داخل أكاديمية بارادو، تدرب رامي مثل بقية زملائه دون ارتداء حذاء رياضي، مما جعله يمتلك قدرة كبيرة على التحكم بالكرة واكتساب قدرة تحمل رهيبة تحميه من الإصابات. ويقول رامي أنه عندما انتهت مرحلة التكوين من دون حذاء، والتي استغرقت تقريبا 3 سنوات، وجد صعوبة في لعب كرة القدم وهو يرتدي حذاء رياضيا، لدرجة أنه طلب من مدربه نزع الحذاء في الشوط الثاني في أولى مبارياته مرتديا الحذاء الرياضي. رامي لعب بعض المباريات في مركز قلب الدفاع، لكنه يلعب حاليا في مركز الظهير الأيسر، سواء مع فريقه أو حتى مع منتخب بلاده. لكنه بدأ مسيرته الاحترافية كمدافع أوسط. رامي صرح أنه في البداية لم يكن يحب اللعب في مركز الظهير، لكن بعد تألقه بشكل لافت بدأ يتأقلم بشكل أكبر. هذا سيقودنا للحديث عن قدوته داخل المستطيل الأخضر. مثله مثل العديد من المدافعين، يرى رامي بنسبعيني أن سيرخيو راموس هو أفضل مدافع في تاريخ كرة القدم، ويعتبره قدوة له، خاصة وأن راموس يسجل أهدافا كثيرة وحاسمة عبر الرأسيات أو من ضربات الجزاء. وهذا أيضا ما يميز رامي في أسلوب لعبه، فقد سجل العديد من الأهداف، لعل أبرزها الثنائية التي سجلها أمام بايرن ميونخ، والتي كانت بمثابة نقطة تحول في مسيرة اللاعب ورفعت كثيرا من قيمته السوقية. رامي يشبه راموس أيضا في الروح القتالية والصلابة والشخصية القيادية، بالإضافة للتدخلات القوية. في عدة مقابلات صحفية مع جرائد مختلفة، صرح رامي بنسبعيني أنه مشجع كبير لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويحلم بارتداء قميص الشياطين الحمر، لكن رغبته وطموحه لا يتوقف عن فريق واحد، ودائما يفكر في اللعب لفريق كبير، وهو الآن يحقق حلمه بالانتقال لبروسيا دورتموند. حقق رامي العديد من المكاسب الرياضية، فقد لعب مع العديد من الفرق في فرنسا، واستطاع تحقيق لقب كأس فرنسا مع فريق رين، وأيضا لعب مع فريق بروسيا مونشنغلادباخ، وحقق بطولة مستعصية عن منتخب الجزائر كأس إفريقيا، واستطاع تسجيل العديد من الأهداف المهمة لفريق بروسيا مونشنغلادباخ. يكفي أنه أول مدافع يسجل هدفين على بايرن ميونخ في مباراة واحدة. كل ما حققه رامي في مسيرته يعد حافزا كبيرا للشباب العربي، فالجميع يعلم صعوبة الانتقال من الدوريات العربية إلى فرق كبرى في أوروبا، وخاصة في المستوى العالي. ما حققه رامي شيء نادر ولا يصدق، لم يسبقه في هذا الإنجاز الكثير من أبناء بلده.